ورحنا ودينا الفرن ان يتخبز ما لقيناه زي ما هو ما اختمرش معانا. تكوني بتعجني كده صدفه وتلاقيه ما اختمرش. هي داعية عليها لستنا مريم. حارة ملعونة بيقولوا إن العجين فيها ما بيخمرش، إيه علاقتها بالسيدة مريم العذراء؟ هقول لكم، تابعوني في المجهول. هنعمل تجربة عملية وجبنا خلاص اهو دقيق وخميرة، وقالوا الخميرة دي كتير قوي على الدقيق يعني اللي احنا جبناه، بس احنا هنجرب يعني هنحط حبة كده مش كتير عشان احنا مش محتاجين اكتر من كده. احنا كده هو عجننا العجينة، يعني طبعا احنا مش عاجنين قوي احسن حاجة، بس يعني عجننا على قد ما قدرنا. هنسيبها بقى ونغطيها ربع ساعة واقول لكم النتيجة. احنا بصوا هنعلمها هي اهي لحد هنا، العجينة لحد هنا. هنشوف بقى اذا كانت هتخمر عن الحز ده وتطلع عنه ولا لا، هنغطيها ونشوف. معانا سماح حسين عايشة في حارة عيد بقالها 20 سنة واكتر، هتكلمنا على حقيقة ان العجينة ما بيتخبزش في يوم من ايام السنة. بنرحب بحضرتك في صدر البلد. عايزين نعرف منك بقى، هل دي حقيقة؟ هي حقيقة في السنة في عجين الناس بتخبز العجين ما بيخمرش فيها، بس مش عارفة اي يوم بقى في السنة، انهي يوم في السنة يعني جربتي مرة؟ جربنا عملنا كحك وخبزناه، يعني عملناه عجناه وعملناه هنا ورحنا ودينا الفرن ان يتخبز ما لقيناه زي ما هو ما اختمرش معانا. والعيش اللي هو البلدي ده ما كانش بيختمر في يوم ويوم في السنة، بس ايه يوم بقى انا ما اعرفش، الله اعلم. هل كان في هنا فرنة؟ لا، في ناس بقى عندها فرن في بيتها، ما يعني فرن افرنج اللي هو بتاع اللي بيعملوا بيخبزوا في العيش ده، فرن بالانبوبه بيخبزوا فيه. السيدة مريم العذراء كانت بتهرب من بطش الملك الروماني هيرودوس، ومرت من حارة عيد وطلبت من السكان ان هم يطعموها خبز، لكن هم رفضوا، فدعت عليهم، وده اللي اصابهم باللعنة ان العجينة بتيجي يوم في السنة وما بتتخمرش. ايوه ما بيتخمرش صحيح، بس يوم في السنة، بس ما نعرفش انهي يوم. يعني يوم تكوني بتعجني كده صدفة وتلاقيه ما اختمرش، لكن مش كل يوم تعجني وتختمر، لا عشان خاطر ستنا مريم كانت في البيت اللي في وشنا ده، كان بيت فلاحي زمان الجدود يعني، فهي عدت عليهم وبتقول لهم هات، هم بيخبزوا، فبتقول لهم هات رغيف عيش. راحوا قالوا لها احنا ما عندناش عيش، راحت قالت لهم روحوا لما يخترموا لكوش عجينه. وفعلا يعني في يوم في السنه بيبقى يوم في السنه ما بيختمرش. الكحك بالذات اما كنا عاملينه ونحطه ما بيختمرش. هي داعية عليها لستنا مريم. يعني هم بيقولوا ان الدعوه دي اصابت الناس بضيق الرزق، هل ده فعلا؟ لا مش بضيق رزق ولا حاجه، هي بس دعت عليهم عشان ما ادوهاش رغيف عيش. راحت بيت تاني كانوا بيعجنوا، فبتقول لهم هات الرغيف، قالوا لها اتفضلي. قعدت قالت لهم طب انا اقعد بقى على المجور. راحت مغطيه العجينه وبقت تقطع لغايه ما ملت اوضه مليانه عيش. وبعدين قالوا لها ده كتير قوي، قالت لهم عايزين تاني؟ قالوا لها لا. راحت قالت بارك الله في مرزق، وراحت مغطيه العجينه ما عملتش تاني. بيقولوا ان السيده مريم العذراء عدت على حاره اسمها شقه تعبان وطلبت منهم ان هم يدوها خبز، وبالفعل هم ادوها خبز وكلت منه، وان الحاره دي لحد الان فيها وفره كبيره جدا في الرزق بسبب بركه السيده العذراء. احنا كده بقالنا ربع ساعه بالظبط، والعجين هو يعني عالي شويه صغيرين، بس طبعا ما عداش الخط اللي احنا عاملينه، بس هو يعني ابتدى يخمر. بيقولوا ان السيده مريم العذراء بعد ما خدت الخبز من حاره شقه تعبان جت هنا عند الشجره، وطبعا الشجره دلوقتي هي مش باينه قوي عشان الاسوار العاليه اللي انتم شايفينها ديت، هي وراها في شجره مريم المكان اللي استظلت بيها السيده العذراء. وبيقولوا انها حنت على السيده العذراء وفضلت تغطيها لحد ما اخفتها من الجنود الرومان اللي هم كانوا بيهربوا منها العائله المقدسه. شجرة
مريم قالت ان تسكت، فالناس حاولت انها تحافظ على الشجره المقدسه اللي كمان كانوا بيستخدموا الثمار بتاعها في ان هم يتداووا ويتعالجوا من الامراض، فقرروا ان هم ياخدوا فرع من الشجره ويعملوا الجيل الثاني من شجره مريم. وبعد كده خدوا من الجيل الثاني فرع ثاني، بقى الجيل ثالث وجيل رابع، بقى في كميه اشجار كبيره جدا الناس بتستخدمها كلها كبركه من السيده العذراء للاستشفاء. كمان في بئر بجوار الشجره هو بئر السيده العذراء. البئر ده كانت السيده العذراء بتستخدمه في الاستسقاء وكمان في غسيل ثياب المسيح. والبئر ده الى الان الناس بتيجي تتبارك بالميه بتاعته، وبيحبوا ان هم يجوا عشان يستشفوا من الامراض ويستخدموه كبركه للناس اللي عايزه تتجوز، الناس اللي عندها مرض مزمن بيحبوا ياخدوا بركه السيده العذراء. استنونا في حلقة جديدة ولغز جديد أول مرة هتسمعوا عنه في المجهول.